السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد فتوح لا يتعلم من أخطائه. أحمد فتوح لا يتعظ ولا يأخذ عبرة من الكوارث اللي حصلت في حياته في كام سنة. أحمد فتوح كان في المعسكر مع نادي الزمالك، معسكر مغلق في العاصمة الإدارية الجديدة مع المدرب الجديد. بكل بساطة راح لمدير الكورة وقال له أنا عندي حدث جلل، عمي تعبان جدا ومحتاج استأذن عشان أروح أطمن عليه. الراجل خد كلامه بكل ثقة واداله تصريح، اداله اجازة. احمد فتوح بقى بكل ذكاء وبكل عبقرية يروح الساحل الشمالي وفي حفلة راغب علامة ومع الاخ امام عاشور يحصل يعني تعتبر كارثة بالنسبة لهم، لان اللاعب خطاياه كتير جدا. لسه قريب كان قاتل امين شرطة الله يرحمه ودافع فدية واتعمل له تحليل وثبت ان هو كان متعاطي مخدرات، وكان يعني كان في ازمه كبيره جدا وكان على وشك ان هو يخش السجن، لم يتعظ منها. مشكلته قبليها برضو لما اعلن رسمي ان في ناس بتاخد منشطات مرتضى منصور وهاجم اللاعب والناس لمته، وفي الاخر اكتشفت ان هو كان ليه كل الحق، لانه ده احمد فتوح وخطايا احمد فتوح. وللاسف انا مش عارف اللعيبه دي يعني هي ليه بتعمل كده في نفسها وليه كده بتعمل كده في الانديه اللي هي بتلعب ليها. يعني لو انت بتتكلم على احمد فتوح بكل امانه، برضو الاخ امام عاشور مش من حقك ان انت تروح حتى لو انت لسه في فتره نقاهه وعلاج. انتوا بتاخدوا ملايين، اللعيبه بتاخد ملايين، كل حاجه ليها حساب، كل جزء في جسمك دوت للنادي، لان انتوا بتاخدوا ملايين 30 و50 مليون، ارقام فلكيه. فاحمد ربنا. فانا معرفش ليه الاجواء ان احنا واخدينها كاجوال، ان احنا بس عايزين نقلد الغرب في ان احنا عايزين فلوس كتير، انما احنا التزاماتنا وبتاع لا زيرو، ولو جبنا جون ولا اتنين فاحنا عايزين فلوس اكتر. طب احنا بندي بقى الاداء البروفيشنال اللي هو يواكب الغرب؟ لا، احنا ما بنعملش كده، احنا هنعيش الحياه العشوائيه. احنا بناكل في قصر الكبابجي وبنحضر افراح وبنحضر حفلات لراغب علامه وبنحضر لعمرو دياب وبنروح المولات، صح؟ واصدقاء رضا البحراوي. ففي ناس بتبقى باد منتاليتي، التركيبه فيها خلل، فعمر دوت ما يقدمك وعمر دوت ما يديك منتج فيه استمراريه، فتخلص منه افضل. يعني زمالك عمل عليه 1,000,000 جنيه غرامه، هذا لا يكفي.